صدق على حكم الإعدام لعمرو عمار. ده طالب حسابات ومعلومات، الشريحة كانت باسمه، شريحة اللي احنا عرفناه اللي هو شريحة التليفونات كانت باسمه. معلش يعني أنا لو تليفونه راح وشريحة وقعت وحد استخدمها لأي حاجة وحش، أنا أمسك القضية؟ يعني كان بتاعت مخدرات، كان بتاعت آداب، أنا أخد القضية عشان شريحة التليفون باسمي؟ معقولة يعني؟ أنا مش بشكك في القضاء بتاعنا كويس، بس أكيد في أدلة تانية احنا مش عارفين. المكالمات التليفونات مش هي بتبقى متسجلة؟ الصوت بتاعه هو ليه بتوع المخدرات اما قالوا مسكوهم وقالت الشريحة ده صاحب شريحة التليفون ده احنا اللي بنتعامل معاه، ده الليدر بتاعنا اللي بنتكلم معاه. طب المكالمات الحادثات بتاعت المكالمات، مش هو في متتبعات مكالمات امتى اللي حصلت المكالمة دي يوم ايه، وتسجيل المكالمات بتاعتنا؟ انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس انا بقول يا رب لو كان مظلوم يطلع براءة، عشان فعلا ده مستقبل واحد في حساباته ومعلومات، يصحى الصبح يلاقي نفسه مؤبد وده مستقبله. ويا ريت يكون محامي كبير زي مرتضى منصور وغيره يمسك ده شاب يعني في بداية حياته. اما اتخيل شريحة التليفون توديني في داهية، توديني ورا الشمس، ابقى خايفة. يعني انا تليفونه وقع راح انسرق، حتى خد مكالمة التليفون بتاعت اداب خدته، او واحد بتاع مخدر خدته، ياخد مكالمة منه، انا اللي ابقى صاحب التهمة او انا صاحب القضية؟ انا عايزه بس القضاء المصري بتاعنا في روح القانون، نستفسر ايه اللي بيحصل يعني. او لو كان انتوا عندكم معلومات تانية يا ريت تزوروها، عشان الواحد مش عارف يتخيل ازاي رقم تليفون او شريحه تليفون توديني في داهيه.